كنت راجع من القاهرة ونزلت في المحطة، وقفت تاكس، ركبت. راجل طيب كده قال لي حضرتك ما تعرفنيش؟ قلت له لا مش واخد بالي. قال لي انا لا مؤاخذة مسلم يعني. قلت له يا اخي احنا مسلمين ولا اقباط؟ احنا اخوات، اهلا وسهلا. قال لي حضرتك انا مديون لك. قلت له يا عم انا ما اعرفكش. قلت له خير. قال لي انا كنت حاضر جنازة المرحوم فلان. قال لي وحضرتك قلت الخطبة وقلت ان احنا بنشكر ربنا على الموت، بنبتدي نشكر الله في كل صلاة حتى في الموت، لان ربنا ما بيعملش حاجة وحشة. قال لي الكلام ده دخل جوايا، ومن يوميها انا عايش كده وحاسس ان عيشتي بقيت سهلة وانا مبسوط طول النهار اشكر الله، وحاسس ان الحكاية ديت يعني غيرت لي عيشتي. كنا وصلنا وطلعت فلوس قد الراجل. قال لي انت بتشتمني؟ قلت له يا عمي دي بركة. قال لي انت اديتني حياتي. قلت له طب ما تصرفهاش، بس حط الفلوس دي خليها في عربيتك ما تصرفهاش. ونزلت واتعجبت، قلت للبعاد الفتات اللي نازل ياكلوه ويشبعوا، احنا مش حياتنا هي دي فعلا؟ عيش كده، جرب كده، اخلط حياتك بالشكر في كل الامور، حتى في الحاجات اللي مش على مزاجك. قول اشكرك ما دام انا حاطط حياتي في ايدك وانت بتمشيني في السكك ديت، لابد ان فيها خير انا معرفوش. اشكره على الحاجات دي. طبعا.